ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. صباح الخير وصباح الامل وصباح التفاؤل وصباح كل حاجه حلوه على عيونكم، او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفيني بيه. سموله سموله يا روحي. رجعت لكم تاني. رجعت لكم بقى بفيديو جديد النهارده. بصوا، انا ببتديها هي بتعيش اللحظه معايا، اديكم شايفين لازم كده ايه تحط التاتش بتاعها، بتسجل معايا. المهم، لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة دي قناتي، بتمنى تعجبك. خشي خدي جوله فيها، وان شاء الله باذن الله تكتبي لي كومنت حلو كده يسعد قلبي. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على الفيديو النهارده، وما ننساش نصلي مع بعض على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا هي خالفتي في الفيديوهات، تقريبا هتاخد القناه مني. يعني بصوا، بدات تظهر خلاص اهي في كل فيديو، وهتلاقوا بصوا النكوشه، شايفين اللي بيحصل حتى في التسجيل اهي، بروحها وقلبها معايا. بصوا المنظر، شايفين اللي بيحصل في الاكياس. دي كيسه كبيره عندي، اي كيس انا بجيبه في خضار في اي حاجه بشيله. سواء مثلا جايبه عيش بلدي، بحطه مثلا 10 الاكياس في الفريزر. الكيس عاديه بتبقى نظيفه، مثلا بتاعت مكرونه او حاجه، فبوديها مثلا للبياع تاني لو عايز يبيع فيها حاجه، حاجات للاطفال صغيره كلام من ده، طالما الكياس نظيفه. السمرة دي بقى عزكم الله بسيبها يعني ايه الزبالة وكده. بصوا بتعمل ايه. انت عاجبك اللي بيحصل منك ده؟ المهم، ابتديت ان انا بصوا دي بتاعت الدقيق خلصت. عامة وانا بسجل لكم الفيديو انا كنت جبت بقى دقيق وحطيته، جايبه كيلو دقيق اللي هو السايب، عطيتهم 25 ب15 جنيه. بصوا كل ما الم يحصل ايه، تبقى احترهمني في الارض. مش عارفه اشتغل منها خالص والله. يعني ولا عارفه اسجل ولا عارفه اشتغل. بصوا تعملي ايه؟ ربنا يحميهم ويخليهم يا رب. سميت الله، يومي النهارده هيبقى في المطبخ باذن الله كده اهوت. لان بصوا، وبابا كان جايب لي يعني بالليل، كان جايب لي فراخ حطيتهم في درج الديفريزر زي ما هما، لاني ما كنتش في البيت. هو جابهم هو بالليل وهو جاي، وكان جايب لي بزله وكان جايب لي جزر. فهنظبط كل الكلام ده كده بقى مع بعضينا، ونحضر غدا النهارده برضو مع بعض باذن الله. المهم ان انا خدت تفاحيه كده عشان اعمل وجبه الغدا بتاعت الانسه بتاعتي الاول. بصوا هي سبحان الله، حسيت ان هي متعوده على حاجه، عايزه الوجبه اللي تاكلها بالمعلقه الجزر. انا بسلق الحاجه علشان المامز اللي هي معاها بيبي، في دكاتره بتركز يقول لك لا قبل 6 شهور ما تاكلوش، وفي دكاتره بتسمح بده. الدكتور بتاعي بيسمح ان البيبي ياكل من اول ما يتم ال4 شهور. 3 وجبات بس، اللي هم الكوسة والجزر والتفاح، بيكونوا مسلوقين ومهروسين كويس جدا، فبضربهم في الكبة الصغنطوطة دي علشان يبقى لين خالص مع البيبي. تمام. بصوا اهي، بسلق الحاجة كويس قوي، وبعد كده بنقطة مية منها فيها صغيرة، بصفي المية زي ما انتوا شفتوا. بس لقيت ان ليلي عايزة تاكل الجزر، ما عملتلهاش كوسة لحد النهارده عشان الكوسة مش بتحبني، ماما هي اللي مسؤولة عن الكوسة. ولقيتها ان التفاح بتبقى عايزاه اخففه لها قوي واحطه لها في البيبرونه تشرب، مع انها ملهاش في البيبرونه من يوم ما اتولدت، متحبهاش، بتعضعض فيها، مش بتشفط. لا لقيتها تمام في ده بتشفط عادي. بصوا هي بتعبر اهو بتحكي. المهم ان انا لما فكيت بقى الكيسه كده، انا ما بحبش الفراخ المتقطعه، انا بحب انا اللي اقطعها في البيت، ساعات ببقى عايزه فرخه على بعضها كلام من ده. فانا لقيت راجل مقطعهم كده لبابا، فما فيش مشكله. شلته، والباقي الكميه بتاعتي دي هسلقها معاكم النهارده نعمل غدانا بيها. بصوا بقى، انا حاطه الفراخ اصلا هناك بميه وسكر وملح وليمونه، وكنت بغسلها بالخل كالعاده. هنا بقى حطيت الشوربه بتاعتي، حطيت فيها بصله وطماطمايه وورق لورا وحبهان وشويه فلفل اسمر. بس كده كله بيتعامل مع بعضه. وفعلا انا كنت شغاله كده، يعني حاجه هنا وحاجه هنا. بحب لما ادخل المطبخ اخلص كله مره واحده عشان انجز يعني في وقتي.
المهم ان انا خلصت كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هي في دي بصوا بوريكم دي اختي اللي كانت قالت لي عليها. بصوا المنظر، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. دي بقى اختي اللي كانت قالت لي عليها بتاعه البيبيهات. قالت لي في زي سكاته. انا ولادي كلهم الثلاثه ما لهمش في السكاته خالص. قالت لي في زي سكاته بس مخرمه كده وكبيره شويه يا روحي انا، وبيتعمل فيها ان انت تحطي فيها فاكهه. يعني مثلا حته خلاص بقى، كل شويه اوقف الفيديو عشان بتحطي فيها مثلا فص برتقان، سفندي، إيه، عنب. بتخرمي الحاجه والبيبي بيمسكها وهو بيمص فيها، يعني زي عصير بس فريش قوي بقى. فبتحجب بقى اي بذره او اي حاجه وبينزلوا الميه بس، جميله يعني. هنا بقى الشوربه غلت و زي ما انتوا شايفين، بس لقيت ميتها كتير رحت مقلله شويه منها وخلاص على كده. على ما انا الاكل بتاعي جاهز. بصوا هتلاقوني هاخد من الجزر، انا لحد دلوقتي ما كنتش عارفه اعمل غدا ايه، تخيلوا. وبنجز عشان انزل، يعني بخلص الصبح وبنجز بسرعه عشان انزل الولاد يروحوا المدرسه وانا ما بنامش اخلص الحاجه. خدت بقى الجزر، تقريبا الكميه دي كانت 3 كيلو. انا عايزه اقول لكم ان الديب فريزر بتاعي كان الحمد لله ايه ليلي، الحمد لله كان فله يعني. فقلت بقى خلاص انا محتاجه شويه الخضار في البيت او الحاجه ما اكون متخزنه في البيت بركه ورزق على فكره. فبصوا كنت بفطر ايه، كراتيه. تخيلوا، خدت 2 في بقي وسبته، نسيته اصلا انه جنبي ومش جاي معايا سكه. فكنت محتاجه شويه حاجات حلوه كده تتجفف. بابا جاب لي الجزر ده وجاب لي 3 كيلو بسله، كان في محطه مصر وجابهم لي. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو اللي نزل على الشريط بتاع محطه مصر، شفتوا؟ انا عشان ما بنزلش فلقيت الاختلاف، اللهم بارك ما شاء الله على المنظر، جميله جميله كاني مش في محطه مصر بتاعتي دي خالص، بتاع اسكندريه، مش هي دي. مع اني والله وانا صغيره كانت الجنينه جميله وكانت نظيفه كده وحلوه. يلا الحمد لله. معلش يا ماما. بصوا بقى انا هعمل ايه وانا بسلق الجزر، وانا بسلق البزله نفسها. هتجيني فكره ان انا طب ما ناخد حبه واعملهم بالمره. رحت عامله ايه، بصوا بعد ما صفيتها خلاص وجففتها. بصوا انا بجففها ازاي، انا بحط الميه على النار تغلي، ما احطش فيها اي حاجه، وبنزل فيها البزله بالجزر. إيه لو انت مش عايزه تشيلي الجزر مع البزله انت حره، بس انا بشوف ان انت لو عايزه شوربه خضار، عايزه ترلي، عايزه بزله، بس اي حاجه بتبقى البزله طبيعي معاها جزر، عشان كده بشيلهم مع بعض. بص عملت 4 اكياس، والكيس التاني انا كنت عامله بصلايه وبطاطسايه على النار. بصوا بقى كده خلصت اهو الغدا بتاعي. ادي البزله بقت جميله اهي وطازه وصابحه. مش عارفه ايه الحته السمرا دي نازله، مش عارفه من الغطا ولا من ايه، يلا ما علينا شلتها. وكمان عملت شويه رز بشعريه والفراخ هسيبها مسلوقه كده علشان نازلين بالحاجه دي تحت. بصوا اكلي وكل حاجه جهزت اهي وبقت زي الفل. دي وجبه غدا بتاعتنا بتاعت النهارده. هنزل الفراخ زي ما قلت لكم مسلوقه كده زي ما هي، او هحطها مسلوقه زي ما هي كده. كنت عايزه احمرها وبعدين قلت لا بقى كده خلاص. غسلت بقى التفاح والمواعين وكل حاجه بقت زي الفل. دول حاجات طلعت تاني مفيش مشكله. بصوا بقى الوجبه بتاعت ليان. انا بحطها، هي اول ما بتشوف العلبه دي خلاص عرفت. بصوا المعلقه دي صيني بتاعت طقم مجات. كان في من ايام زياد انا عندي كذا طقم صيني زي ما سمعتوه كده اهوت ده نسكافيه بتاعي محدش دعوه بيه. فبطلعه للبيبي بيبقى ناعم على بقه، يعني بيبقى خفيف وبيعرف ياكل منه كويس. خلاص شطبت كل حاجه وكنست الارض وكله بقى زي الفل. وصلت معاكم لاخر الفيديو، وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.